سلام مشتركاتي الغاليات متتبعات قناتي وصفة مع صابرينا، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وروحوا تشوفوا معايا واش جبت لكم اليوم. جبت لكم وصفة قديمة بلمسة عصرية وجديدة، لمستي الخاصة زادتها بنة على بنة، اللي هي خبز تونس. درتو في المول العجيب، جا كيما قلت لكم بنين ومعسل هايل. على بالي كنت تجربوا هذا الوصفة رايحين تعتمدوها في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبلغهن بالصحة والهنا ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. نروح دركا للمقادير. هذه مقادير مضبوطة. عندي هنا 2 بيضات، عندي مبشور حبة تاع قارص ولا حبة تاع تشينا ولا خلطوا بيناتهم، رشة ملح. عندي هنا 4 كاس تاع الزيت، نص كاس تاع حليب، نص كاس كاوكاو، ونص كاس تاع لا شابليغ ولا الخبز اليابس المطحون، وعندي نصف خميرة كيميائية، وعندي نص كاس تاع سكر اللي نسيت نحطه لهنا مع المقادير. شوفوا هذه ما راح تحتاجوا لا باتور لا والو، غير بالفوي برك تبداو تخلطوا شوية هذاك البيض، تزيدوا له نص كاس تاع سكر، تخلطوا شوية، ومن بعد تزيدوا الحليب. لهنا كي تزيدوا الحليب راح يذوب لكم مليح السكر تاعكم. كيما قلت لكم لازم يكون الحليب والبيض تاعكم بحرارة الغرفة، ولا جبتوه من الفريجيدار دفيوه شوية واستعملوه. والبيض ثاني لا كان في الفريجيدار حطوه شوية في الماء سخون رايح تنحلو هذيك البرودة. ومن بعد نزيدو لهنا الكاوكاو تاعنا، ومن بعد نزيدو لا شابليغ ونزيدو لها الخميرة الكيميائية. شوفوا هذو المقادير تاع مول صغير، انا استعملت المول العجيب فيه 18 سنتيمتر. تقدروا ثاني ديروا في المول المدور. لهنا اذا استعملتوا ماشي المول العجيب وحبيتوا ديروا 3 بيضات باش تجيكم شوية عالية، ديروا 3 بيضات وضاعفوا المقادير الاخرين تاع المكونات، يعني ديروا كاس غير الزيت ديروا نص كاس. هكذا متفاهمين؟ شوفوا لهنا يعني وصفة كيما قلت لكم سهلة خلاص ديروها في وقفة. شوفوا لهنا كي تزيدوا هذاك لا شابلوغ راح مع الاول يبان لكم الخليط تاعكم شويه جاري، بصح نتوما الوقت اللي تروحوا توجدوا فيه المول تاعكم توليو تلقاوه نشف. شوفوا كيفاش يجي، يعني ميم با 5 دقائق ولا رايح ينشف معاكم. هذه كيما قلت لكم مقادير مضبوطة، يعني ديروه وعينيكم مغمضين. لهنا انا بعد ما وجدت المول تاعي دهنته مليح بالزبدة، والله الا خفتوا يزيد يلزق لكم زيدوا رشوه شويه، يعني رشه خفيفه بالفارينه. انا هكذا ما لزقليش، يعني درت له غير الزبده برك ما لزقليش. شوفوا تفرغوا الخليط تاعكم في المول وتخبطوا المول تاعكم شويه. بعد ما تكونوا الفور تاعكم سخنتوه من قبل خليتوه يسخن. بعد ما يسخن لكم نقصوا له ديروه على 180 درجة، ولا كان الفور تاعكم سخون بزاف ديروا 170 150. المهم كل وحدة على بالها بالفور تاعها. ولا كان فونتيلي شعلوا له الفونتيلاتور، خليوه راح يديلكم من نص ساعة حتى 40 دقيقة حتى 45 دقيقة إلا كان الفور تاعكم ماشي سخون. لهنا كي يحمر لكم في الحواشي شعلوا له من الفوقة رايح يتحمر لكم، ومن بعد نحيوه وهو سخون هكذا نديموليوه بالطريقة هذه. ومن بعد نروحوا نجيبوا العسل. انا لهنا استعملت العسل اللي خدمته معاكم. اللي ما شافتش الوصفة دوك نخلي لها الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف. جاء عسل روعة، شوفوا كيما راكم تشوفوا، وجاب بنين هايل، يعني صدقوني خير من اللي نشريوه من برا في البنة. درت بيه هذا المعسلة هذه جاء روعة. شوفوا لهنا والخبز تاعكم هذا خبز تونس سخون تبداو تعسلوا فيه. العسل راح يكون بارد والخبز سخون، تعسلوه هكذا مليح. نتوما ديروا له العسل وهو يشرب حتى تشوفوه باللي تعسل لكم مليح.
بالطريقة هذه. هكذا شوفوا. ومن بعد لهنا أنا وش رحت درت، رحت جبت كمية من الكاوكاو، عمرت بها هذاك الثقب، درت هكذا كمية وزدت درت له التشينا، قشرتها قطعتها هكذا ديغونديل ودرت لها العسل من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاع خبز تونس تاعي، جاب بنين هايل، سورتو هذيك الإضافة تاع التشينا أعطات له بنة روعة. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتعطيوني رايكم في لي كومونتير، وجيم لا فيديو واشتراك للقناة هكذا باه يوصلكم جديد. سلام.